السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وأصدقاء فلسطين في الدورة المجانية للتطريز الفلسطيني على قناتكم نينو وورد. الفيديو اليوم راح يكون عن الخط المائل الصاعد. تم شرح غرزة البداية والخط الأفقي والخط العمودي والخط الأفقي في فيديوهات سابقة موجودة على القناة. اليوم راح نشرح الخط المائل الصاعد إن شاء الله. راح نحتاج الأدوات المعتادة وهي خيطان التطريز، الإيتامين، قماش التطريز، ومقص، وأيضا إبرة التطريز. خلونا نبلش. راح أبدأ الشرح في البداية على ورق المربعات ومن ثم انتقل إلى قماش الإيتامين. قلنا دائما إنه راح نمثل كما في جميع الفيديوهات السابقة فتحات قماش الإيتامين بزوايا مربع ورق المربعات. بما انه راح نعمل خط مائل صاعد بهذا الاتجاه، اذا راح نستهدف هذه الزوايا او هاي المربعات بهذا الشكل. راح نبدأ بغرزة البداية تماما كما بدأناها في الفيديو الخاص بغرزة البداية. دائما بنبدأ بغرزة البداية. الآن بدنا نطلع لفوق بشكل مائل عشان نعمل الخط المائل الصاعد موجود عندنا هون. احنا اتفقنا دائما انه زوايا المربع راح نرقمها بواحد، اثنين، ثلاثة، أربعة بشكل عام. طيب في هذا الخط، في هذا النوع من الخطوط دائما بنروح من 4 إلى 1 ثم من 2 إلى 3، من 4 إلى 1 ثم من 2 إلى 3. يعني لو بدنا نطبق الكلام هذا على الخط المائل الصاعد راح يكون عنا نحن نطلع من 4 إلى 1 ثم من 2 إلى 3. الخط واقف معنا هان. راح نيجي من تحت القماش إلى 4 إلى 1، 2 إلى 3، من تحت القماش إلى 4 إلى 1، 2 إلى 3. هيك بنكون عملنا الخط المائل الصاعد. هو سهل كتير، ما في غلبة. راح نشرحه على القماش الإيتامين الآن. ومعي هو بالشكل الطبيعي تبعه. أنا راح أشرحه بشكل مكبر للتوضيح وبعدها راح نرجع نعيده بشكله الطبيعي. بدي أدخل في أي مكان بشكل عشوائي ونعمل غرزة البداية زي ما اتفقنا عليها دايما. كما عملناها في فيديو غرزة البداية، فيكم ترجعوا له على القناة. هاي غرزة البداية. بدي أصعد منها بشكل مائل. راح أروح على 4، من 4 إلى 1. هيك عملت أول حرف من حروف الغرزة، ومن ثم من 2 إلى 1. فيكم تحفظوا الترقيم هذا للزوايا عشان يسهل عليكم. بدأت أول غرزة، نرجع تاني من 4 إلى 1. عملت أول جزء، من 2 إلى 1 بهذا الشكل. بنعمل كمان واحدة، من 4 طلعت إلى 1، من 2 إلى 3. لما نشوفه من الخلف راح نلاقيه هيك. طبعا هذا على المكبر وهذا على الطبيعي. ولازم نهتم بأنه الشغل من الخلف يكون مرتب. وحكينا في الفيديوهات السابقة ليش لازم يكون الشغل من الخلف مرتب. الآن خلونا نعمله بشكله الطبيعي مش المكبر. رح نعمل غرزة البداية بشكل عادي.
هاي غرزة البداية. راح نطلع من 4 إلى 1 ثم إلى 2 إلى 3. عملت أول غرزة، نرجع تاني من 4 إلى 1 ومن 2 إلى 3. من 4 إلى 1 عملت أول جزء، وبعدها من 2 إلى 1. هيك بنكون خلصنا الخط المائل الصاعد. أتمنى يكون الشرح سهل وبسيط، وإن شاء الله استفدتم منه. وأي استفسار اتركوه بالتعليقات وإن شاء الله راح نجاوبكم عليه. ما تنسوا تشوفوا باقي الفيديوهات على القناة عشان تستفيدوا من الدورة كاملة، وفعلوا جرس الإشعارات علشان يصلكوا الفيديوهات التالية اللي في خلال الدورة إن شاء الله، واشتركوا بالقناة. وشكرا لوجودكم معنا في نونو وورد.